تعالوا معايا كده على الصبح اوريكم بقى حاجه جميله قوي انا كنت مستنياها يعني. نبص مع بعض على الطيور كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخل نبص على البط اللي راقد، نشوف البيض بتاعه عامل ايه، لان انا كنت شاكه ان الفراخ باضت على البط، على بيض البط، وانا ما حسبتلوش، لانه دخل يعني الفراخ دخلت بيضت من غير ما يعني مش انا اللي حاطه البيض عشان ابقى حاسبه لهم. بص انا خرجت الاكل بس كده بره، بحيث ان ايه هم يخرجوا على الاكل على طول، وانا اعرف ادخل بقى ايه اشوف البطايه ايه الدنيا. ده عيش ناشف انا منشفاه، بس الجو يعني مش عارفه مش مظبوط، فربنا يسترها بقى. يعني حاسه برضو ان في كده غمامه يعني، او في سحب، فربنا يسترها ما تنطرش. ندخل بقى نبص عليها كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نخش لها واحده واحده. البطايه ديت انا بقالي كتير ما دخلت، يعني من ساعه ما رقدت ما دخلتلهاش، سايباها هي وبركتها، يعني هي كده وبركتها، بتحط لها اكلها وميتها وبقفل عليها عشان ما فيش حاجه تدخل تضايقها. بس فوجئت كده ان في، يعني انا شاكه ان في فراخ كانت بتبيض معاها، فانا برضه هبص معاكم كده. والله ده اول مره ابص على البط بتاعها يعني، على البيض بتاعها. ان شاء الله باذن الله نبقى مع بعض برضه وهي بتطلع كده بتفقس عشان اوريه لكم يعني. انا بحب قوي المناظر دي يا جماعه، والله بحب لما الحاجه تفقس كده وتطلع خير كده، وبالذات حاجات صغننه. انا بحب الحاجات الصغيره جدا. هي طبعا عماله تضربني، مش عايزاني اجي جنب البيض، بس انا كنت عايزه اختبره لان اشوفه بقى في سليم في بايظ في معرفش ايه. وفعلا هطلع واحده دلوقتي معاكم ما فيهاش كبس، فهشيلها عشان اوسع للباقي. بصوا فعلا زي ما انا شكيت، هي ما فيش غير بيضايه واحده بس، بلدي اللي هي الصغننه دي، بيضه فرخه، دي اللي متبوضه معاهم. انا عايزه اقربها حتى من الكشاف بس مش هعرف، هي فيها كبس وقربت تطلع، لان كده هي دي هتطلع قبل بيض البط، لان بيض البط بيقعد في الشتاء من 33 يوم ل 35 يوم، وفي الصيف 30 يوم، وبيض الفراخ بيقعد 21 يوم. ففي فرق طبعا ايام كتير مش قليله. فكده بيض البيضه الصغيره دي هتطلع قبليهم، هتطلع كتكوت، فانا لازم اخلي بالي الفتره الجايه دي، اللي هو مثلا كمان 5 ايام، بحيث ان هو اول ما الحاجه تطلع اشيلها على طول، عشان طبعا ولا يعني ايه، ما فيش حاجه تاكلها، ما في ما تجيش تفطس تحتيهم، تحت النتايه اللي هي البط دي. بسم الله ما شاء الله. بطايه تانية طبعا مش انا اللي، هي قايمت عشان تاكل لوحدها، فطبعا سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان الله، دي كده حاجه الهيه من عند ربانيه يعني. هي ناتفه شهر خفيف عامل زي القطن كده عشان تدفي بيه البيض بتاعها. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، مغطيه البيض بتاعها ازاي علشان ما يبردش، بس هي اللي قايمه مش انا اللي مقوماها، انتوا واخدين بالكم؟ لكن لو انا مقوماها مش هتعمل الحركه دي، يعني مش هتقعد تجمع وتجيب من هنا وتجيب من هنا وتغطي البيض علشان ما يبردش. بس هي سبحان الله دي من عند ربنا كده. بصوا انا دخلت عند الحمام، انتوا عارفين ان انا حبست الحمام بتاعي في عيون كده، فانا بحط لهم دلوقتي فخارات على اكل الميه والاكل بس، على قد الميه والاكل بس. فانا لميت الفخارات، لازم كل يوم اغسلها كويس جدا في الجردل، وابتدي بقى احط لهم ميه جديده، ميه نضيفه اول باول كده، لان بيبقى معاهم زغاليل. مثلا الميه راقده معاهم بقالها يوم كامل، ممكن الاقي فيها مثلا مكان الفضلات بتاعتهم، فانا اول باول كده بخلي بالي يعني. عايزين بقى كده يا جماعه يعني ايه، ندعي لاهلنا في غزه يعني. وانا قاعده كده افتكرت الموضوع دوت، يا جماعه بالله عليكم، احنا بنشوف مشاهد ربنا اللي يعلم بنا بيها والله، واحنا مش بايدينا حاجه. فيا ريت ندعي لاخواننا في غزه، وندعي لاطفالنا اللي في غزه دول، ربنا يعني يقويهم كده ويثبتهم، ويعني ايه ويعينهم على اللي هم فيه، لان احنا مش بايدينا حاجه غير الدعاء والله. والله احنا يعني احنا حتى مش قادرين ننزل فيديو ليهم، ولا قادرين نتكلم على الفيسبوك ولا على اي منصه، بسبب الخلافات اللي احنا بناخدها، وبناخد حظر، وبناخد ممكن الصفحه تنقفل، ممكن القناه تنقفل في اي وقت. يعني ربنا اللي يعلم بحالنا والله. يعني هم بصوا قافلين بقنا من كل ناحيه. فندعي اللي نقدر عليه نعمله، ان احنا ندعي، احنا مش بايدينا غير الدعاء، احنا كشعب احنا مش بايدينا غير الدعاء. ندعي لاهلنا في غزة، وندعي ان ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم على اللي هم فيه. وحسبي الله ونعم الوكيل من الكفرة اليهود. بس هاملة بقى المية دي كلها كده عشان تبقى نظيفة، واخلي مريم تدخلها دلوقتي، وبعدين بقى نقوم نحط اكل وايه، ونشوف هنعمل ايه في الاكل بتاعنا. اهم شيء حاجات كده نحطها على الاكل تظبط معانا الفيتامينات والاملاح، وتظبط معانا
جسم الطائر نفسه اللي انت بتربيه، ان كان بقى فراخ، حمام، بط. حتى بقول لمريم اتعلمي بقى كده، بص انا بغسل الفخارات ازاي، عشان لما يبقى عليك الدور تطلعي انت تعرفي تغسلي كده زي ما انا بعمل، عشان انا ساعات بطلعها هي مره وعمر مره، عشان بس محدش يتلصق كده، لان الحاجات دي لازم تتغسل اول باول، يعني تجنبا من اي مشاكل معويه او تنفسيه. الحاجات دي بتجيب امراض برضو، يعني سبحان الله زي البني ادمين بالظبط، لو ما اهتمناش بالنظافه بتاعتها الحاجه دي بتعيا وبتتعب وبتسهل وبيحصل لها حاجات كتير. فاحنا غنى عن كل ده، ان احنا نخش في مشاكل كتير، لا احنا غنى عن كل ده، ننظف اول باول كده بحيث ان اكلهم وميتهم يبقوا نضاف. ونحاول بقدر ما يمكن في الجو اللي احنا فيه دوت، لو عندك مثلا عشه زي اللي انا عاملاها دي، حطي مشمع، حطي شكاره، حطي اي حاجه تمنع الهواء ان هو يبقى مصدر دخل ليهم على طول كده، يلطشهم برد ولا حاجه. فخلي بالك يعني الناس الجماعه اللي بيربوا يعني. بس احط بقى للبطتين دول حبه الميه دول كمان بس، واروح بقى ايه احط لهم بقى ايه الاكل والميه. بس هنا بقى بياكلوا كده. انا ببص حتى دلوقتي لقيت الشمس لحد ما ابتدت تطلع شويه. ربنا كريم بس كده، وتفضل كويسه اليومين اللي جايين دول لحد ما طوبة تخلص. حتى شهر طوبة دوت يعني ما شاء الله عليه، يعني مش عايز يسيبنا إلا لما يجيب لنا الشتاء من اخره، من اوله لاخره مره واحده. هوريكم بقى كيس انا كنت صورته لكم قبل كده. بصوا دي البطايه اللي انا لسه شايفه بيضه. بصوا لما بتيجي تقوم عشان تاكل بتلاقوها كده، يعني تحسوا ان هي منفده كده. بصوا الكيس دوت حلو قوي 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 قوي، حلو قوي، كله فيتامينات عاليه جدا 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 لاي طيور انتوا بتربوها. طبعا انا برشش حبه كده على الاكل وبقلبهم. طبعا ما تكتروش اكل كتير بالزياده، عشان لا يعني اول باول اللي ياكلوه حطوا مكانه. لكن لو كترتوا كده او يعني على بعض على بعض على بعض، هم مش هياكلوا كل ده، وفي الاخر الاكل هيبوظ لان هيبقى عليه فضلات وحاجات زي كده. فانا بحط هي حبه بحبه زي ما انتوا شايفين، ممكن اطلع لهم في اليوم مرتين ثلاثه كمان. لو ما لقيتش قدامهم اكل بحط حبه بحبه كده. طبعا انا حاطه صدف، الحاجات المكوره دي صدف اللي انتوا شايفينه، طبعا عشان الكالسيوم وكده. فيا ريت لو عندكم الكيس دوت هاتوه، حلو قوي قوي قوي. بصوا هي بتبقى بتسك كده، تحسوا ان هي بتقعد تعمل صوت صوصوه كده. البطه اللي بتبقى راقده او اللي هي داخله هترقد لسه، او اللي بتبيضوا على وش رقدان وقربت تخلص بيض، دي العلامات بتاعتها. في ناس كتير سألتني دي العلامات بتاعتها. بصوا بقى انا في الاخر نزلت بقى حبيت اعمل الولاد طاسه كده. الطاسه ديت عباره عن سجق كده بلدي، وعملته كده ببصلتين على طماطميتين على قرنين، على قرن فلفل واحد، على فص توم، وشقلبتهم كده في قلب حته زبده صغيره على حبه زيت، وقلبتهم بحبه ملح وحبه فلفل اسود، وزي الفل كده. يا رب الفيديو يعجبكم.